بطني بتتقطع. ايه هي المشكله؟ مين فينا مش بتغريه التوابل الجاهزه تنفع للبطاطس والبشاميل كده والفشار وتوابل السمك وغيره من الاكلات؟ اكيد نفسك اتفتحت صح؟ التوابل دي حرفيا بتخلي الاكل في حته تانية خالص، بس خلي بالك ممكن التوابل دي يبقى داخل جوه مكوناتها مواد مسرطنه ومؤذيه جدا. يعني التوابل الجاهزه دي يبقى جواها ماده كده اسمها الملح الصيني، وده ليه مسميات تانية برضو اسمه المونوصوديوم او الاي 621 او الام اس جي. طب الملح الصيني ده ايه مشاكله؟ ممكن لا قدر الله يعمل تلف في خلايا المخ، كمان تدهور في الذاكره، ده غير انه بيرفع الضغط جدا، الزهايمر، فتح الشهيه، ولو استخدمناه كتير للاسف هيسبب لنا مرض السرطان. دي اشهر الامراض اللي ممكن يسببها لينا الملح. خلي بالك كمان ان الملح الصيني ده مش بيبقى مكتوب كده، لا ده بيبقى مكتوب كلمه المونوصوديوم او بيبقى مكتوب بالرموز ام اس جي او اي 621. فيا ريت تركز جدا في اي مكونات للتوابل اللي انت بتشتريها، لان صحتنا اكيد اهم، وان مش اي حاجه عليها ضجه نجري نشتري. كده خلصت معلومه النهارده، سلام عليكم.